كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن صغرت. يشوفها كبيرة ولو صغيرة. يبقى أول واحدة إيه؟ نفسا ممتنة. طب ودي تيجي إزاي؟ بالتدريب. بالتدريب. كل ما تشوف حاجة حلوة تصطادها. بعد شهرين الوصلة العصبية حصلت، بقت إيه؟ سميكة. خلاص بقت عايش نفسية الامتنان. 2 لسانا حامدا. قلد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مدخل، فاكرين لما قلنا دخل التوكل في كل جزئية في حياتك، والحمد النبي مدخله في كل جزئية من حياته. يصحى من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. طيب يشرب مية الحمد لله الذي سقاني ماء عذبا فراتا. يأكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني. يعطس الحمد لله. يخرج من الحمام الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يدعي يبدأ بسم الله الحمد لله. يختم الدعاء والحمد لله. إيه ده الحمد داخل في تفاصيل. قلد طريقة النبي. خلي بالك نبيك اسمه محمد وأحمد، والاتنين من الحمد. فاختار له الله تبارك وتعالى اسما لما يرددوا عباده وأحبابه يحصل لهم رضا. بس اسمه يعني بس تقول اسم النبي صلى الله عليه وسلم يتربط اوتوماتيكيا يتخ. وكل ما تصلي على عشان كده قال لك لا يصلي علي مكروب إلا فرج الله عنه، لأن اسم الحمد بيتخن وصلات الحمد والامتنان. الله، شوف الدين ايه جميل. قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يكفى همك ويغفر ذنبك. صحيح. وغير كده النبي صلى الله عليه وسلم طريقته في الحياة الحمد، فهو محمد وأحمد، وطريقته في الحياة ان الحمد متشبك في حياته اليومية. تعرف تقلد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ما تعمل حاجة الحمد لله. هنخلص تصوير الحمد لله. مش احنا كل يوم بالليل بنقوم ساجدين سجدة شكر حمدا لله ان ربنا اكرمنا في التصوير النهاردة، واخر يوم هنعمل كده. تعرف بقى تعمل كده بقية حياتك كل ما توفق لحاجة وفي حياتك اليومية. يبقى 5 معاني تغرس الرضا في قلبك. يا ناس يا مهمومين ومحزونين، والله العظيم سهلة، والله سهلة. أنا مش بقول كلام صعب، وكلها قايمة على فكرة إنها تتحول لعادة هبت، فتدخن الوصلة العصبية في دماغك. نفسا ممتنة، لسانا حامدا. 3 إيه؟ عملا محسنا. إيه علاقة بقى الإحسان؟ هو أنت لازم تدخلي الإحسان في كل حاجة؟ لا والله، هناك احتياج بشري كبير لمسألة إن أنا أطلع الحلو اللي جوايا. ده مش كلامي، ده كلام مارتن سليجمان مؤسس علم النفس الإيجابي. بيقول الإنسان مبني جواه حب إن هو يخرج أفضل ما عنده. مبني جواه إزاي؟ لأن ما حدش بيتمنى نفسه يبقى أوحش بعد شوية. يعني تخيلي يا زين، تخيلي يا منى، أنا نفسي أبقى أكثر فقرا بعد 5 سنين. ما حدش بيعمل في حد. ربنا خلقك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأنت بتشبع احتياج داخلي يؤدي للرضا، فيفرز بداخلك شعور بالنشوة كلما أحسنت. شوفوا الفكرة. عشان كده ربنا خلق التحديات في الحياة، لأنك مبني جواك الإحسان، وبدون التحديات مش هتطلع الإحسان. فقول الحمد لله على التحديات، لأنها بتطلع أحلى ما عندك. يا شوفوا كتالوج البني آدم بيبان مع الرضا إزاي. يبقى عملا محسنا دي احنا مش حاطينها كده وخلاص، ده عملا محسنا ده مبني جواك. ازاي تطلعه؟ فديا 3 ازاي تطلع من جواك. فطول ما انت بتطلع الحلو اللي جواك واحسن ما عندك، انت تشعر بالرضا والانتشاء، لانك عامل انجاز حتى لو صغنطوط قد كده اهو. اوعى تتفكر في الانجازات الكبيره، بتحصل 2 3 4 في العمر، لكن الصغيرين. شوف الرضا كله مرتبط بالاشياء الصغيره المتراكمه، عشان كده لازم تتحول لعادات. يبقى نفسا ممتنه، لسانا حامدا. مين هيحفظ ال5؟ عملا محسنا. كويس. وعملا محسنا بعد شويه هيبقى سجيه، لان الوصله العصبيه بقت تخينه. سجيه يعني ايه؟ هبت. النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم بيدفن في اكتر من كده حزن والم، وبيسووا القبر وماشيين، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم لقى قبر جنب قبر سيدنا ابراهيم، الرمله حواليه مش متسويه، فسواها. فقالوا يا رسول الله، وعشان بتمسح بإيدك أينفعه هذا يا رسول الله؟ قال لا، ولكن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما بعرفش أشوف حاجة مش حلوة، بقت سجية. ما أعرفش ألبس حاجة مش حلوة، ما أعرفش أطلع مش موضب شكلي ومهندم نفسي، ما أعرفش أشوف في بيتي حاجة ملخبطة. فاكرين لما بنصحى كل يوم الصبح في مكان التصوير ونقول لا يا جماعة إحنا بنشتغل هنا، عايزين المكان يبقى نقي ونظيف. بقت سجية.
عملا محسنا. 4 عينا قنوعة. حط سقف لاحتياجاتك. انت مش حاطط سقف، انت مش مفرق بين الاحتياجات وبين الامنيات التي تحولت الى سراب لا ينتهي. انت عايز ايه؟ انا عايز انبسط انا وولادي في الصيف، فعايز اجيب شقة في الساحل الشمالي ب5 مليون جنيه. انت معاك كام؟ معايا 300,000 جنيه. يا عم انت ده بعيد قوي قوي قوي، فانا هفضل ادوس على نفسي واخد قروض وانا مش راضي لاني مديون. انت اللي عملت في نفسك كده. انت ليه بتعمل في نفسك كده؟ انت اصلا احتياجاتك انك تصيف، طب ما تأجر شقة. ليه بتعمل كده؟ علشان فلان وفلان وفلان، عشان السوشيال ميديا، علشان شوف، عشان عمال ابص على الاخرين. عينا قنوعة. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. انت ما تعرفش هم مفتونين في ايه. ورزق ربك خير وابقى. خلي عينك على اللي ربنا اداهولك. يا نهار ابيض على كلمة ورزق ربك خير وابقى. اللي مديهولك هو ده الخير ليك. خلي عينك قنوعة. يا جماعة عارفين القربة اللي بنتدفى بيها؟ قربة مخرومة، مش لازم تحطها تحت المية طول النهار لأنها لا يمكن هتتملي. ده اللي بيحصل في نفسك. نفسك مخرومة لأن عينك بص على كل اللي مش هتقدر. حط سقف لاحتياجاتك كده، ابقى مبسوط قوي. دي الاحتياجات مش الأمنيات اللانهائية. حط سقف. لا تمدن عينيك. يا سلام على الفكرة دي. ودي بتحصل بقرار مع النفس. احنا احتياجاتنا ايه؟ تقعد مع نفسك، تقعد مع ابوك وامك، تقعد مع مراتك، تقعد مع اولادك. يا ولاد احنا احتياجاتنا كذا. حكايه ان انت طول النهار قاعد على الانترنت فعمال تتخيل وفلان عنده وفلان عنده وفلان عنده. احنا يا بابا عايزينك تجيب لنا كل الحاجات دي، فكل العيله مش راضيه. ايه العيشه النكد دي؟ حط سقف لاحتياجاتك ترضى. ما تبصش على الاخرين. بتبص في ورقه اللي جنبك ليه؟ بص في ورقتك انت. ورزق ربك خير وابقى. دي 4. 5 والأخيرة ذاتا مقدرة. إزاي ترضى وانت مش مقدر ذاتك اللي ربنا خلقها والروح اللي حطها جواك جوا هذا الجسد؟ إذا كنت انت أصلا مش مقدر اللي جواك، انت مقدر ذاتك؟ انت يا عم دي خلقة ربنا، دي غالية قوي. انت بتحب نفسك؟ طبعا كلمة بتحب نفسك دي بتزعل ناس كتير. يعني ايه؟ يعني ابقى اناني، يعني عندي الايجو، عندي. لا غلط، مش صحيح الكلمة دي. بتحب نفسك غير انك اناني، بتحب نفسك غير انك متعجرف، بتحب نفسك غير انك متكبر. دي الذات اللي خلقها الله. انا بقدرها، انا بحبها. مش على طول جلد للذات، مش على طول انا سيء انا وحش. ده النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يبقى عندك الشعور ده، فقال اوصني يا رسول الله. فقال يا عبد الله لا تيأس، ما تجلدش ذاتك. إن أسأت 9 أن تحسن 1، والحسنة ب10 أمثالها، فيقبلك الله عز وجل. قدر الذات. دي ذاتك دي ربنا أسجد لها الملائكة. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ذاتا مقدرة. فشغلة إبليس إنه يقول لك لا أنت ذاتك مش مقدرة، أنت وحش، أنت فاشل، أنت مش ناجح، أنت وعمال تجلد في ذاتك. يا آباء ويا أمهات اوعوا تعملوا كده مع أولادكم. اوعى تستخدم مع اولادك فكره انت مش نافع ابقى قابلني لو فلحت. بلاش الكلام ده، الكلام ده وحش قوي قوي على الولاد. استخدم الكلمات الايجابيه. نفسي افرح بيك لو مش عاجبك. انا متاكد انك هتبقى حاجه كبيره في المستقبل. انا فخور بيك لو عمل حاجه حلوه. انا بحبك قوي. ارجوكوا الكلمات دي بتغير النفس. ذاتا مقدره تجيب الرضا، تجيب الرضا. طب الكلام ده علم نفس. طب وفين الدين؟ انت كل واحده من اللي فاتوا ربطتها بالنبي وربطتها بالدين. عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وولده وماله ونفسه. قال يا رسول الله انت احب الي من اهلي وولدي ومالي الا نفسي. طب ما يبقى عمر بن الخطاب بيقول انا منطقي عمر ومنسجم مع نفسه. إلا نفسي يا رسول الله. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فراح وقعد مع نفسه يقول فعدت فقلت يا رسول الله لا أنت أحب إلي الآن من نفسي. يقول عمر فقلت لنفسي لمن تحتاجي أكتر؟ يبقى برضه بيحب نفسه. يوم القيامة لنفسك أم لرسول الله؟ لا محتاج لرسول الله أكتر. شفاعته أمان، وحوضه أمان، وقربه أمان، ومرافقته في الجنة منتهى الغاية والحب. قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.